السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل شوية فول زبدة، نوع نص كيلو فول منقوع، ممكن تنقعيه بالليل وتعمله الصبح. انا نقعته حوالي 5 6 ساعات وغسلته حلو جدا ونزلت عليه بمية مغلية عشان تسرع في عملية السوا. انا حطيته على النار. اول ما غلي اعمليه على نار شمعة. دلوقتي المية خلصت منه. لما تيجي تحط مية من غير اي اضافات خالص، انا عامله الفول. لما تيجي تحط المية تحط مية مغلية، مية سخنة، عشان ما تسودش الفول ويتأكسد معاكي. وطبعا الرغاوي اللي بتظهر على الوش ديت انتي بتشيليها. انا ما حطيتش للفول الا المية مرة واحدة، عشان كل ما بتفتحي على الفول بيسود منك. لازم تكمريه. دلوقتي بقول لكم الفول بتاعي استوى. يلا بقى، انا ما حطيتش اي اضافات في الاول. معايا بقى معلقتين من الرز المطحون. ما عندكوش رز مطحون حط شويه دقيق، وعليهم فنجان من الميه، واحط عليهم كمان معلقه كبيره من الصلصه، او ليمون او طماطم معصوره فريش مركزه يعني. عايزه تحط معلقه من الكركم مفيش مشكله، معلقه بابريكا كمان مفيش مشكله. انا مش عاملاه باي اضافات. انا ما كانش معايا لا عندي عدس ولا فول مدشوش. طبعا الاضافات دي كلها بنعملها في بيوتنا. بتاع الفول والطعميه مش هيكلف نفسه ويحط الحاجات دي كلها. فانت لو عندك وعايزه تحطيها هتحطها وتستغني عن الخطوه الاخرانيه اللي انا عملتها. يعني لو عندك اضافات هتضيفها على الفول كله ومع ليمونه وتغطي عليه ويستوي، يبقى فول واحمر وزبده برضه. زي ما انتوا شفتوا كده، هرسته نص هرسه بمضرب يدوي عندي، او ممكن بالخلاط. ونزلت بالخطوة بتاعتي بقى وقلبتها وسبتها كمان 5 دقايق تغلي. وكده الفول بتاعي بقى حلو. 5 دقايق تغلي عشان الفول، علشان الرز المطحون او الدقيق يستوي معاكي. شايفين مسك في بعضه بقى زبدة ازاي؟ لو عندك اي لون اصفر عايزة تحطيه حطيه. انا كان عندي شوية بودر زعفران صغيرين حطيتهم على وش الخلطة. كده الفول بتاعي بقى جاهز، واحلى من اللي بيجي من بره كمان. بيتنقي ونضيف وانت اللي عاملاه بايدك. شايفين اللون بتاعه؟ عايزاه كمان احمر من كده زودي الصلصه، او زودي حبايه طماطم وانت بتحطيها مع العدس. كده بقى ده فول، طبق فول عملته، عصرت عليه ليمون. والباقي بقى ان شاء الله هكيسه واحطه في الفريزر. سهل وبسيط وتعمليه وما بياخدش منك وقت. هو تنقعيه وبعد كده تحطه على نار هاديه. ده اللي احطه في الاكياس باذن الله. وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم وتعمل له كل حلو ولكم. استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم.